تاج القمر. القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحاري والسما والبحر والليل والوجود. وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر. تاج القمر. القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحاري والسما والبحر والليل والوجود. وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر. عسلامة وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقانا اليوم من تاج القمر، ساعتين مع بعضنا باش نكونوا متواصلين فيها حتى للساعة 10 مساء. متعودين بالزميلة أماني، اليوم وداد معكم. نحب نقدم شاب، الحقيقة أنا سعيدة جدا أني نقدمها على خاطر في عديد المرات اشتغلت على محور نشوف أنه هام، الشبان اللي يقولوا احنا ما نخدموش، ولا الشبان اللي يقولوا ما قيناش خدمه، الشباب اللي يقولوا نستناو في الدولة تحل الأبواب، ولا الدولة تعيتنا باش نخدمو. فما ناس تخرجت ما كتفتش يديها، ما ربعتش يديها، ما قالتش نستنى شكون يعيط لي ويخدمني، يقول أنا نجم نجتهد ونجم نوصل للحل ونجم نلقى كيفاش نخدم. في إحدى اللقاءات مدة 3 أسابيع كنت في ندوة صحفية خاصة بالتأمين، كان المدير العام لشركة هذه الخاصة هي للتأمين الحقيقة حكى على بعض الأبواب الأخرى اللي تدخل في مجال التأمين. قال نجم نقول من نجموا إذا كان الطلبات حسب الاحتياجات العصر توا والناس شنو تحتاج، راهو ما عادش نجموا نحكيو على بطالة في تونس إذا كان الشباب بالحق يحب يخدم، ونجموا احنا نزازيو بهلا طلبات هذه. في الإطار هذايا أنا سعيدة أني نستقبل الأنسة وفاء حمزة اللي هي مديرة عامة لمجلة أفون بروميير. حبيت نحييها في اللقاء هذا ونشوفوا هالمشروع الثقافي، المشروع الورقي هذا كيفاش خمت فيه، كيفاش فكرت فيه وما قالتش اني، وكيفاش كانت عندها الجرأة ايضا انها تقتحم المجال هذا اللي يشهد برشا اقبال، وما قالتش نبقى قاعدة في الدار وعندي شهادتي ونستنى مكان في الوظيفة العمومية. هكا ولا لا وفاء؟ مرحبا بك وفاء. وبيك عايشك. اولا عسلامة وداد. عسلامة وفاء. اسمع دبل اليوم والوطنية دبل معناها نحب نقول مساء الخير للمستمعين الإذاعة الوطنية الكل. أنا أسعد وداد بالاستضافة نتاعك، وإن شاء الله نعديو قايد حلو مع بعض إن شاء الله يا ربي. باهي كيف تحب نحكيو على كيفاش نحكيو ساعة وفاء؟ أنت تخرجت معناتها بقداش عندك؟ باهي أنا قريت في معهد صحافة، كملت الماجستير سنة 2011. من وقتها جاتني الفكرة أني باش نعمل على روحي بصراحة، ما نقعدش نستنى الدولة، خاطر الدولة قداش باش تخدم، مش مطالبة باش تخدم الناس الكل. لازمنا احنا نلقاو حلول لرواحنا، نجربوا ونشوفوا كيما تنجم تنجح كيما تنجم لا. وبديت بالفكره هذه. نعم، ما جاش لبالك انك مثلا تمشي لاحدى الصحف المعروفه مثلا تقول نلقى مكان نخدم غادي، تشوف مثلا احدى المحطات الاذاعيه ولا التلفزيونيه تشتغل فيها؟ ما خممتش هكا؟ لا. الحقيقه لا وداد ما خممتش، حبيت ندخل انا في المغامره وحدي، والرهان نتاعي كان احنا الشباب وحتى الليكيب اللي معايا كلهم ديجا
خلينا نشوفوا شنو نجموا نعملوا نعم. لي جون وين باش نجموا يوصلوا وعلاش ليه معناتها حتى الناس اللي معايا الكل اخترتهم دي جون والكلهم قراوا معايا معهد صحافه الكل معناها تنجم تقولوا اجتمعتوا معناتها مجموعه اللي تخرجتوا تقريبا في نفس السنه وتعرفوا بعضكم تعرفوا ارائكم اتجاهاتكم واجتمعتوا وخممتوا باش تعملوا سي سا اكزاكتومون خممنا الكل في البروجي والكلهم كما قلت لك من معهد صحافه وشفنا شنو اللي نجموا نعملوا وين نجموا نوصلوا بالمجله من الاول بدينا بافكار معناها فكرتوا من الاول وفاء انكم تعملوا مجله والا تعملوا مثلا موقع والا تعملوا جريده معناتها خاطر المجله مش سهله معناتها نتصوروا وانا عندي عدد حتى نوعيه المقالات اللي فيها نوعيه الورق اللي فيها الطباعه ايضا اللي فيها نعرف معناها حاجه مكلفه وحاجه مش مكلفه معناتها اول ما بديت في المشروع بديت بالموقع الالكتروني قبل لازمني نفهم السوق والمتطلبات نتاعو ندخل بشويه بشويه خاطر المجله كما قلت انت وداد ما هي سهله وكي عملت المجله حطينا رهان المجله يا اما باش تكون فما نوع من الاختلاف على اللي موجود والا نزيدوا نصبروا شويه نعم كانت الخيار نتاعي نوعيه الورق تكون من احسن ما فما من نوعيه نتاع ورق الطباعه كيف المحتوى زاده ما نجمش تكون نوعيه ورق باهيه والمحتوى ماهوش لازم حتى في اختيار المواضيع لازمنا نختاروا مواضيع تهم الناس طريقه طرحها ماهيش بطريقه اعتباطيه حاجه كي انت تشد المجله فما علاش باش تقراها المجله فما بلوس باش ينضاف لك كي تاخذها المجله حتى في اختيارنا في الغلاف زاده حتى الناس اللي باش تحط في الغلاف زاده ماهوش هكاكا لا كل شيء مدروس وهذايا ان شاء الله انا نقول عطاه حاجه باهيه ان شاء الله نعم باهي من 2011 بديت بالموقع علاش انا خاصة نرجع لك المجله على خاطر في وقت اللي الناس كل تحكي على العالم الورقي انتهى حتى الكتب ولينا معناها نقراوها على المواقع الالكترونيه ما عادش معناها كما قبل يقول لك المجلات الالكترونيه ربما اهم انت بديت معناها بالموقع كانك قدمت للمجله اي هو الموقع كان تقديم للمجله ندخلوا شويه في عالم الاعلام خاطر ما هو سهل نشوفوا شنو هو المتطلبات انا من الاول حتى المجله كانت الفكره انها باش تكون للمراه كهو من الاول من بعد بديت نغير في رايي بشويه بشويه قلت لا خليها تكون شامله اكثر بعد ما بديتوها شويه بدينا بالموقع بدينا نفهموا الخدمه صحيحه كيفاه شفنا برشا حاجات الموقع الحمد لله معناتها الخدمه نتاعو ماشيه كوم يلفو بعد بدينا من المجله تاخذ برشا وقت حتى كما قلت لك معناتها ما هي سهله باش تخرج مجله للسوق راهي باش تدخل لديار الناس الكل باش تخليها عندك انا وانت الناس الكل باش تخليها عندها المجله صحيح كما قلت انت وداد يقولوا اللي توا المجله الورقيه ما عادش يقراوها بالنسبه لي انا عندي وجهه نظر مخالفه انه راهو ما نجموش نستغنيو على الكتاب حبينا ولا كرهنا صحيح رانا كنا ندخلوا الانترنت باش نشوفوا مي اي حاجه ورقيه راهي تقعد ما تنجمش تستغنى عليها ما تقراهيش توا تقراها بعد شهر حتى في دارك تقراها بعد 6 اشهر المهم هي ما تنجمش تستغنى عليها هذيك علاش انا ديما نقول راهو ما نجموش نستغنيو على المجله المجله ولا الجريده ولا الكتاب ما نجموش نستغنيو عليه نعم باهي وفاء بديتوا من الاول انتم معناتها على الموقع مواضيع اللي تخص المراه وتقولوا المراه كذلك الاسره والعائله بصفه عامه هذا اكيد راهم موجودين في الموقع من خلال اقبال المتلقي على الموقع مثلا شفتوا اهم المواضيع اللي يقبلوا عليها اكثر من غيرها انطلاقا معناها ساعدكمش هالاقبال هذه على الموقع باش شفتوا انتم اي المواضيع تركزوا عليها من المواضيع الاخرى وتستغلوهم في المجال اكيد في الموقع اكثر المواضيع اللي ركزوا عليهم هي المواضيع الاجتماعيه بصفه عامه الاجتماعيه والاقتصاديه حتى الفنيه بصراحه احنا في المواضيع الثقافيه اللي تهتم بالشان الثقافي في تونس ديما تلقى المجله موجوده فيها ديما عندنا تغطيه للتظاهرات الفنيه بريسك اللي صايره في تونس الكل تلقانا موجودين فيها الناس تتبع ماهوش كيما قاعدين نقولوا صحيح الحاجات الثقافيه ماهيش تمشي كيما الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه ما انا ليه بالعكس خدمت على الاقتصاد على المجتمع وعلى الثقافه هذوما الثلاثه ميادين لقينا اللي الناس قاعده تتبع فينا بالكدا فيهم ومن هذاك بدينا نختاروا في المواضيع اللي نطرحوا فيهم في المجله نركزوا على هذا وما نركزوش على هذا نخدموا على الاقتصاد اكثر والثقافه الحقيقه في السياسه نقصت شويه في المجله خليته في الموقع الالكتروني على خاطر مربوط بالاكtualité حاجات يوميا وانت توا قاعدين نشوفوا في تونس اللي الاحداث متسارعه معناتها لازم تكون موجوده في الالكترونيه اكثر من الورقيه خليناها للتظاهرات
التظاهرات اللي تصير في تونس الكل تلقاها عنا في المجله، تقعد في الارشيف نتاعنا وحتى لتونس معناتها. حتى انا في الاتحاد الاذاعات قاعده نخدم عليه الشهر هذا باش يهبط زاده في الورقيه. مشينا المهرجانات في مصر، في المغرب، في الجزائر، معناتها المجله خدمت حتى برا زاده كيما خدمنا في تونس، خدمنا التظاهرات البرا زاده كنا متواجدين فيها. نعم. باهي وفاء، انا بعد شنو رايك نسمعوا نغم ونرجعوا نحكيوا على المجله كيفاش مثلا نحب نشوف تفاعل الضيوف اللي تستدعيوهم، يعني نشوف في اسماء هامه انا في المجله، وخاصه كي تبدا مجله مازلت كيف بديت. يا هل ترى يقبلوا انهم لقيتوا شي صعوبه في اجراء الحوارات؟ يا هل ترى يقبلوا من اجل تشجيعكم، والا يقبلوا لانهم ما عندهمش فرق بين مجله جديده والا مجله معناها حديثه ولا قديمه، معناتها ما عندهمش فرق بالنسبه لهم، تتساوى الامور؟ وكيفاش تفكروا انتم في الضيوف، معناها كيفاش تحدوا الضيوف؟ شنو رايك؟ نمشيو نسمعوا نغم. حمدي، نختاروا نغم كيف على كيفك، شنو تحب؟ شنو اخترت لنا حمدي؟ ربى الجمال صعبها تصعب سهلها تسهل، هذا يظهر لي نحبها برشا. ربى الجمال، تعرف ربى الجمال وفاء؟ تعرف ان هي طبيبه، اللي هي طبيبه اطفال، لانه عائلتها يحبوها تكون طبيبه. تخرجت طبيبه لكن عمرها ما خدمت طبيبه، وافنت حياتها في الفن، وكانت عندها سهرة من أحلى سهرات في مهرجان قرطاج. أنا ديما نعديها في الليل الحقيقة، خاصة وقت اللي تعاود أغاني أم كلثوم حلوين برشا. حبيبي اللي ناسي ملواني وقلبه قاسي، وأنا قلبي حنون صعب تصعب وأنا بتموت. وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر. تاج القمر، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. توا تقريبا 8:43 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين معكم رحلتنا هذه مع وفاء حمزة. نحب نجدد ترحب بك وفاء، شابة تونسية تخرجت من معهد الصحافة، اختارت انها تبدأ طريقها بمفردها مع مجموعة من الشباب اللي تخرجوا مع بعضهم من أجل أنها تكون حاضرة في المشهد الإعلامي وما تبقاش قاعدة في الدار تكتب جيم 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 على الفيسبوك. هالموقع الاجتماعي راني نحب نخدم ولا هكا ولا اقرا ما تقراش الحكايه شعارات راني حتى توا وانا قاعده نحط في لي جيم 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 نحط على حاجه باهيه مش على الفيتالا وغيرها. باهي احنا حكينا على الموقع الالكتروني، تذكروا الموقع الالكتروني مازال موجود اذا كانوا يحبوا يتبعوه بعد الخيين؟ الموقع الالكتروني www.avant-premiere.com.tn. بي وقديش تقريبا عندك من معناها تقريبا قديش يدخلوا لك في النهار معدل يدخلوا يشوفوا الموقع شنو فيه؟ في النهار عندنا 35,000، في الشهر نوصلوا حتى ل 450,000. الحمد لله عندنا برشا زوائر قاعدين يتبعوا فينا. حتى على الصفحه نتاعنا زاده كيف معنا برشا ناس تبع فينا. عندك صفحه خاصه معناتها عاملين لافون بروميير على الفيسبوك، ما نجموش نستغنيو على الفيسبوك وداد انت تعرف. الحمد لله قاعدين يتبعوا فينا. نعم، يقترحوا عليكم بعض المواضيع. باهي يتبعوكم يتفاعلوا معاكم ولا لا؟ معناها يعطيوا اقتراحات، يعطيوا ملاحظات، حاجه عجبتهم حاجه ما عجبتهمش، حاجه يحبوا يحكيوا فيها. اكيد، وخاصه انا ديما نركز على الحاجات اللي ما تعجبهمش، مش انا نحاولوا نصلحوا ليكيب الكل اللي معايا. ما نركزوش على الباهي هذاك متفاهمين فيه، ما نشوفوا شنو احنا الحاجات اللي ناقصين فيها ونحاولوا نخدموا عليها. ديما نلوجوا على لي بوين فيبل اللي عندنا في المجله باش نحاولوا نطوروها. نعم. باهي انا كنت قبل الاغنيه قلت لك باش نحكيو على الضيوف. مثلا انا عندي المجله هذه مثلا فيها طبعا الصفحه الافتتاحيه ويبقى زعيم زعيما وان طالت سنين نرجعوا نحكيو عليها، هذه انت كتبتها. نشوفوا حوار مع سي كمال مرجان رئيس حزب المبادره الوطنيه الدستوريه ننادي بضروره حكومه انقاذ وطني عاجله. هذا الحوار مطول. مثلا نلقاو ايضا
السيدة ربيعة النجلاوي مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالشباب في حوار خاص لمجلة قبل الأولى. مواضيع أخرى خلينا في زوز أسماء هذوما، مثلا أسماء الهامة كيفاش يتقبلوا معناها دعوتكم إنكم باش يجريوا معهم حوار، خاصة كما قلنا المجلة مازالت كي بدات، أنتم فريق شبابي جديد، كيفاش يتلقاو الطلب نتاعكم؟ هي الاستراتيجية اللي حطيتها انا وداد من الاول، اللي بديت بالموقع الالكتروني، هي سهلت لي الخدمه في كل شيء. هي صحافه شنو مصداقيه اول كل شيء. احنا خدمنا على الكوتي هذايا، خدمنا على المصداقيه. الناس انا ديما نقول تونس راهي صغيره، واحنا كلنا نعرفوا بعضنا، والصحفيين الكل نعرفوا بعض معناتها، والناس تتبع فينا. احنا صخالو هم يتبعوا في كل شيء، ما هم يتبعوا في كل شيء، سياسيين، اعلاميين، الناس العاديين. احنا ربحنا هذايا اللي خلاني التعامل مع الناس اللي جبتهم في الاعداد الكل كان سهل. وديما نقول انا فما جانب من الحظ هو معانا، معناها ما فما حتى حد كلمني له البخت الحمد لله الحمد لله. ما فما حتى سياسي والا الناس اللي اتصلنا بهم الكل ما لقينا حتى حد قال لنا لا بصراحه. واللي ساعدني انهم كيراو المجله ويراوها بالكاليتي هذيك، الناس الكل تبجي الاعجاب نتاعها. هذه الحاجه اللي انا ديما نقول الحمد لله للعباد الكل كي ترى المجله تقول لي المحتوى باهي، اتباعها باهي، يخليهم الكل يقولوا لي فما بويدر تشجيع أكيد. وفما اقتناع لانهم وصلهم صدى المجله عن طريق الموقع ايضا. اكيد عن طريق الموقع. وزيد انا ديما قبل ما نجري الحوار لازم الضيف نتاعي يكون عنده المجله العدد السابق، لازم يشوف هو ويمشي يتحط شنو هو المجله. ما تنجمش تقول له باش تعمل معاه حوار هو من با شايفها المجله. نبعث له المجله يشوفها يطلع عليها يعرف معناتها، لازم مسبقا هو عنده فكره كامله على الموقع على المجله. ومن بعد الاغلبيه معناتها بصراحه الناس الكل ما فما حتى حد قال لنا لا على حوار ولا باش يتعامل معنا بصراحه. وانا نشكرهم الكل في الاعداد الكل، الناس اللي تعاملوا معنا الكل بصراحه. تقريبا الفريق قديش متكون من معناها الفريق الخاص بالمجله؟ قديش عندك؟ الفريق هنا في تونس عندي اكثر من 10 اشخاص يخدموا معايا. وما ننساوش لافون بروميير في كندا، انا عندي لافون بروميير في كندا اللي لهي بها طارق حمزه اللي هو خويا، نوجه له الشكر الكبير اللي هو مقدم لي الدعم اكثر من لازم. وان شاء الله قريبا لافون بروميير في دبي زايده ان شاء الله. ان شاء الله. شكون باش يتلهلك بها في دبي؟ عندك شكون غادي موجود ولا باش تبعث شكون من في دبي؟ انا باش نمشي باش تهبط معناتها. ما تقوليش باش تولي تقيم معناتها تقيمين في دبي ولا كيفاش تخمم؟ انا ما نجمش نستغنى على تونس بصراحه. باش نمشي فتره ونعاود نرجع، نعاود نطلع، نعاود نهبط. توقف المكتب على ساقيه كيما يقولوها. لابد الفتره الاولى لازمني انا نكون متواجده. وانا في تونس بصراحه متهنيه بالكيب اللي معايا على الاخر. الحمد لله معناها احسن الصحة. عجبني التفاهم اللي بيناتكم الحقيقه زاده. التفاهم انا ديما نقول يبان في المجله في الموقع. ترى العمل اللي قاعد يخرج كل شهر تفهم الحمد لله. ليكيب اللي كنا دي جون كنا متفاهمين، ما فماش لسبري نتاع صحفيين وعرفهم لا ذي راهو في لافون بروميير، ما فماش. عائله واحده كنا نخدموا بعضنا، كنا اصحاب. خواتي انا نقول اللي معايا راهم خواتي. نسبة معناتها يظهر لي عندهم غيرة على المجلة، حتى من خلال ما يكتبوا، من خلال الحكاية اللي حكيتها أنت في علاقتكم ببعضكم. صحيح. باش توصل أنت كونت هالفريق هذية وكونت هالمجلة هذية وهالموقع وخذيها الصدى هذا وعملت معناها مكتب في كندا، وبعد باش تمشي دبي وتخليهم يشتغلوا هما لهنا، في حين أنه معناها أنت باش تلهي بمكتب دبي معناها تشتغلوا عائلة واحدة. أكيد. هما الفريق هما ممنين بالمجلة، وكان هما معناتها المجله كل واحد يشتغل معاي يحس المجله نتاعو. نعم. هذا اللي خلينا اسره واحده معناتها في لافون بروميير. فماش انا نحس بالحق كي ندخل البيرو صباح في عائلتي، مانيش مع ناس نخدموا تربطنا كان علاقه خدمه وكهو، لا عائله واحده نخدموا بعضنا، ما نحسبوش الوقت، ما عمرنا ما خزرنا الوقت كي نخدموا. المهمه نتاعنا الاساسيه حاجه تخرج مزيانه للعباد في المجله في الموقع. والحمد لله الحمد لله اللي انا معايا ليكيب هذيك اللي تخدم معايا. نعم. طبعا عندنا هذه العدد السادس. العدد السادس معناها معدل قديش في الشهر عندك مجله؟ في شهرين عندك؟ احنا توا كل شهرين خرجنا مجله، وتوا باش نوليو كل شهر، خاطر العدد الجاي اللي هو العدد السابع باش يخرج نسخه بالعربي ونسخه بالفرنسيه. هذه حاجه جديده. هذه حاجه جديده قلتها اول مره عندكم انتم. العدد الجاي باش يكون نسخه بالعربي ونسخه بالفرنسيه، لانه باش تتوزع في كندا للكنديين زاده. مش كان انا من الاول كنت نوزع فيها كان للجاليه العربيه، توا لا باش يكبر
المتلقي الجمهور أي. المتلقي والقارئين للمجله اي قاعدين نحضروا في النسخه اللي بالعربي هذيك قريب تكمل ان شاء الله تخرج 11 جوان تكون في السوق ومن بعدها باش تخرج النسخه اللي بالفرنسي. يعني زوز مجلات باش يوليوا معناها في نفس معناها المده مثلا انت 11 جوان باش نلقاو نسخه بالعربي ونسخه بالفرنسي. لا 11 جوان نلقاو نسخه بالعربي بعدها بجمعه نلقاو نسخه بعد بجمعه نلقاو نسخه بالفرنسي. 11 جوان هو يبيت يوم عيد ميلادك انت اخترت باش تكون يعمل عدد مميز. اكيد باش يكون مميز للغايه لانه يوم عيد ميلادي. حضرت الافتتاحيه انا وعيد ميلادي حضرت الافتتاحيه انا وعيد ميلادي. العدد بالحق باش يكون مميز من ناحيه المضمون كل شيء. معناتها احنا كل عدد راهو عندنا رهان لازم يكون قبل العدد اللي خرج. نعم. السابع باش يكون ان شاء الله احلى من السادس. نعم. كل شيء. نعم. وديما كل عدد نحاولوا نطوروا فيه ثقة في النفس هذه باهية الحقيقة. باهي اللي باش ياخذ العدد بالعربي وباش ياخذوا بالفرنسي باش يلقى نفس المواضيع لا لا موجودة ولا لا مختلفة؟ لا ما نحبش أنا نفس المواضيع على خاطر شنو الإفادة اللي باش تحصل للناس. لا باش تكون فما حاجات مختلفة. ماهوش المحتوى اللي في العربي باش يلقاه لي بالفرنسي. لا نعم أنا قلت بالك شي تخيلها ترجمة ذاتية هي نفسها باش تكون ما توصل نعم. حتى شيء وليدات الترجمة الذاتية معناتها مش تحصل فايدة للناس. لا باش نختاروا مواضيع أخرى كاين فما حاجة باش تكون مشتركة موضوع يكون نفسه اللي بالعربي باش تلقاه بالفرنسية. أما باقي الحوار العدد ينجم يكون موجود هذيك هو. نعم. مثلا اللي باش يكون على الغلاف الحوار نتاعو لازم يكون في العربية وبالفرنسية. أما الباقي الكل باش يكون مختلف. نعم معناها فما مجهود إضافي أكيد وفما انتداب لبعض الصحفيين معناتها باش يكبر الفريق. أكيد. به وفي نمشيو نسمعوا نغم احنا ونسمعوا أخبار 9 متاع الليل وبعد نرجعوا باش تقولي توا باش نحكيو على التمويل. معناتها نحكيو على التمويل وإذا كان عندك بعض العناوين للعدد القادم. إذا كان بعض الأخوين يحبوا يتحصلوا على بعض الأعداد لازمنا نشوفوا شنو كيفاش نواصلوها منهم هكا. هذيك هدية اليوم سادة المستمعين هكا ولا لا مستمعي تاج الأقمار. إذا نرجع لك وفاء حمزة بعدها قليل نمشيو نسمعوا نغم تونسي هكا جميل حلو الهادي قليل. مالك يا ملاك أنا روحي فداك يا ريت أنا معاك. مالك يا ملاك مالك يا ملاك أنا روحي فداك يا ريت أنا معاك. لك يا ملاك. الإذاعة التونسية الإذاعة التونسية تعيش معك. عاشق ليالي الصبر مداح القمر. تاج القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحاري والسماء والبحر والليل والوجود. وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر. نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجعلك والله حيرت مع ضميري مرة شايرت مرة عشري. أنا حيرت مع ضميري مرة شايرت مرة عشري. قولي نبقى نكرهك ولا نبقى نعشقك. قولي وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر. رجعنا لكم 9:11 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا اللي حتى لل10 متاع الليل. معكم كما قلت لكم
حمدي وحميد وفتحي وزهير ووداد ووفاء اليوم. وفاء حكينا احنا في اللقاء الاول، وفاء حمزه حكينا على كيفاش تخرجت وما حبيتش تكون تستنى في شكون يقول لك هيا اجا اخدم، خاطر ميجيك حتى حد يقول لك هيا اجا وعندي خدمه لازمك تسعى انت، وكيفاش فتحت هالموقع الالكتروني، ثم المجله الورقيه اللي مجله متميزه الحقيقه. باش نسال انا، حكينا على المواضيع اللي فيها، حكينا على كذلك ضيوف كيفاش يتلقاو طلبكم في انكم تجريوا حوارات، قناعه باقتناع من بمضمون المجله من جهه، ومن جهه اخرى كذلك تشجيع لكم. كذلك ذكرنا انه عندكم مكتب في كندا الاسبوع، معناها ممكن هنا نص جوان باش يكون عندكم عدد بالفرنسي يكون مختلف على العدد اللي بالعربي، معناش يوليو زوز اعداد في كل شهر. وقريبا عندك مكتب كذلك في دبي، وتشتغلوا كلكم الشباب اللي تخرجتوا مع بعضكم كانكم عائله واحده. تو باش نحكيو على حاجه مهمه اللي هي التمويل. ضحكت وفاء. التمويل اي وما أدراك ما التمويل. معناها خذيت قرض، عملت على روحك، عاونتك العائلة، عندك مثلا الإشهار، عندك معناتها ناس معاك مستشهرين دايمين. باهي الإشهار ما نجموش نحكيو على الإشهار في العام الأول. أول ما تبدأ المشروع تنجمش تحكي على الإشهار، توري ساعة البرودوي نتاعك شنو هو الكاليتي الخدمة كل شيء، من بعد تحكي على الإشهار. التمويل نتاعي ذاتي. اي التمويل نتاعي ذاتي اللي معاوني في مشروع كما قلت من الاول هو خويا طارق حمزه. هو معناتها التمويل طارق يعيش في كندا. طارق خويا رجل اعمال مقيم في كندا. معناتها التمويل كله من خويا ومن عائلتي. معناتها التمويل ذاتي انا من اول ما عملت المشروع لا عملت لا على قرض، لا خاطر باش ناخذ قرض راهو من الاول صعيب شويه، وانا زاد باش نخدم مانيش مرتاحه. معناتها الحمد لله في البروجي نتاعي مرتاحه. حتى الشروط نتاع القرض منين باش ترجعوا كيفاش معناتها ماهيش سهله راه باش تعمل بروجي وتاخذ قرض وتقعد انت ستريسي، خاصه في دومين معناتها باش تقعد تخمم منين ترجع القرض، لازمك الناس تعمل عندك اشهار باش تنجم تخلص الخدامه. ماهوش سهل، راه مشروع كبير، راه ماهوش مشروع صغير باش تنجم. الحمد لله من الاول انا ديما نقول الحظ محالفني، لقيت دعم كبير من عائلتي. يعني سامحني الناس اللي ما احرجكش معناتها يحرجكش السؤال، معناتها راس مالي اللي بديت به قداش باش وصلت معناتها عملت المجله واكيد انك استاجرت مكتب، خاطر وين تشتغلوا كذلك معناتها لابد عندكم مكتب. انا عندي زوز مكاتب وفي تونس لهنا. اي في تونس. نعم. مكتب للاداره ومكتب للصحفيين. نعم. وتجهزوا معناها تجهيزات وزاده مش سهل. الاولاد كي معناها المجموعه الصحفيين كي باش يتنقلوا يلزمهم كذلك مصروفهم، ومعناتها هذا ومن حتى التنقل وغيرها، معناتها هذا الكل في الحسبان. تقريبا معناتها قديش راس مال اللي بديت به؟ والله وداد ما نجمش نقول لك بالضبط قداش، خاطر من الاول كي بديت معناتها كرينا لي بيرو، بعد بدينا نجهزوا كل معناتها مانيش قاعده نحسب، خاطر كيف ما قلت لك انا مش معامله على قرض باش عندي احتياطات معناتها نعمل هكا ليه. معناتها الحمد لله معناتها عائلتي معايا في كل شيء. البيرو نتاعي معناتها فيه كل شيء، حتى في التنقل الصحفيين اللي معايا مرتاحين، على خاطر حتى الكراهب نتاع المجله نتاع لافون بروميير زوز كراهب على ذمه الصحفيين يتنقلوا باش يخدموا مرتاحين، باش ينجموا يعطيو روندمون باهي. معناتها الحمد لله ما عنديش مشكله في المجله. بديت ترجع معناها في شويه من المصاريف. اي بديت توا الحمد لله لاباس بديت ترجع ب 3500 انت عدد المجله تشوفوا سعر مناسب؟ كيفاش قومت السعر؟ انت قيمته والله السعر مناسب مقارنه بالتكلفه نتاع المجله. راهو الطباعه في تونس غاليه على الاخر، واللي نعرفوا مشكله الجرايد والمجلات هي الورق اللي هو الثمن نتاعو غالي برشا في تونس. الطباعه باش تخرج بالكاليتي هذيك راهو غاليه برشا، معناتها ما هي السهله. يعني 3500 مقارنه بالمجله قداش تتكلف؟ حتى شيء.
بالحق معناها. نعم. والاشهار عندك بداوا عندك ناس؟ أي الحمد لله الاشهار كيف عندي الناس شافت الخدمه وشافتنا نحن كيفاش قاعدين، شافت البيرو في كندا، خدمتنا في كندا زاد اي تظاهره يعملوها التوانسه في كندا تلقى لافون بروميير عامله تغطيه كامله، تلقاها في الموقع نتاعنا، تلقاها في الصفحه نتاعنا. هذا يخلي الناس راهي عندها فيك ثقه وتجي تعمل عندك اشهار. نعم. وفي حمزه يعطيك الصحه، نحب نحييك برشا على هالمجهود اللي قاعده تقوم به. اي موضوع ربما في انت عندك 6 عديد والعدد 7 قريب، موضوع كان مثلا حسيته عنده وقع كبير ومميز في ال6 عديد هذا؟ اكثر المواضيع اللي تجلب القراء هي المواضيع الاجتماعيه. المواضيع الاجتماعيه تجلب القراء بصفه كبيره. نعم. سوره الغلاف الاخر العدد 6 كانت لظفر العابدين، اللي قبلها لشكون؟ اللي قبلها الممثله وفاء عامر اللي تقابلنا في مصر وعملنا لها حوار في دارها، استضافتنا ونحب نوجه لها تحيه خاطر بالحق فنانه رائعه وفاء عامر. كان اللقاء معها ياسر حلو وشيق. بعد وفاء كان ظافر، وبصراحه ما نجموش نخيروا على ظافر فنان الممثل بالحق. ظافر ما شاء الله عليه، كإنسان رائع، كممثل كيف ما نجمش نخير فنان اخر على ظافر في تونس، ما شاء الله عليه في كل شيء، انسانيا وفي التمثيل وفي كل شيء. نعم. اي نجم من النجوم كان اكثر مبيعات في المجله؟ انت معناتها حطيت وفاء عامر، ظافر، تذكرش الاخرين شكون؟ اي عدد ربما كان عليه اقبال اكثر من الاعداد الاخرى، على خاطر نعرف صوره الغلاف مهمه برشا. مهمه. نعم. هو المعتاد عند الناس اللي كي تلقى فنان باش يقولوا راهو المبيعات تكون اكثر. انا بالعكس الحقيقه اكثر زوز اعداد تباعوا ظافر ووفاء، الزوز ظافر ووفاء تباعوا بالكدا. والعدد اللي فيه وزير التربيه نجي جلول. ما شاء الله، مو شخصيه معناها ماخذه عندها برشا حظوه. المغرب وشاركت في معرض المجله، شاركت في معرض في المغرب. صدقني المجله معناتها الاعداد اللي هزينيها الكل ما كفتنيش. ليش معرض الكتاب؟ لا معرض اخر. كي نقول لك زدنا معناتها كلمت جماعه اللي معي في تونس، بعثونا المجله للمغرب. معناتها ما كنتش نتصور مجله مطلوبه بالطريقه هذيك، وكلهم يعرفوا معناتها يعرفوه الناس الكل في تونس كيف ما شاء الله. هو سنة من اكثر الوزراء اللي الناس كل تحكي عليهم، واللي بالحق معناتها المجله هذيك تبعت بالكدا وظافر ووفاء. نعم. على كل حال نتمنى لك نجاح، نتمنى لك التوفيق. صورة العدد الجديد نهار 11 جوان شكون؟ مفيش قوي. لا عاد وفاء. لا عاد لا مفيش. باش بيحة أكثر من الكل. راهو راك في تشلق قمار، راك مش في أي حاجة، راهو مش حكاية سهلة. راهو شكون؟ لا مفيش قوي. تصويرتك أنت عيد ميلادك؟ يوم تصويرة شكون؟ تصويرة وداد. زعما جيب لك ولا جيب لك؟ دايما ننتظروا مع بعضنا ان شاء الله تصويرة شكون باش تكون في العدد القادم. واذا كان خياني حبوا يتحصلوا على بعض الاعداد شنو نعملوا لهم؟ المجله موجوده في الاكشاك في تونس الجمهوريه الكل، في الولايات الكل. يجيو الوفاة زاده اكيد، مرحبا بهم. يجيو للمكتب. انا مجموعه من الاعداد خاصه دوما هديه للساده المستمعين. نذكروا وفاء بربي بالموقع لانه نعرف عندك الموقع الالكتروني www.avant-premiere.com.tr. نعم. باهي وفاء، نذكروا انك في كندا. علاش اخترت دبي، المكتب في دبي؟ اولا السوق الخليجيه سوق كبيره. في دبي المجلات ما زالت التوا معناتها ماناش كيف في تونس كما قلت انت قبيله، الناس ما عادش تقرا برشا المجلات. في دبي لا، في دبي يقراوا المجلات. النوعيه نتاع المجلات زاد حلوه برشا. انا كيفاش بديت هي فكره المجله، خاطر انا ياسر نتبع المجلات الخليجيه بصراحه. نحب ياسر مجال معناتها سيدتي نتبعهم، حبيت نخدم حاجه كيفهم. قلت علاش ليه معناتها السوق الخليجي بالحق معناتها في المجلات سوق كبيره بالكدا. والمجله انا نرى اللي تنجم تنافس المجلات الخليجيه، علاش لا بالطبيعه. انا تصورتك بعد ما مشيت للمغرب وكان فما قبيل على المجله، تصورتك تفكر في البعد المغاربي. اكيد وداد، فما المغرب والجزائر ان شاء الله. ما نحبش نقول على حاجه مازلنا هو فما المشروع، وان شاء الله علاش لا، خاطر كما قلت انت معناتها ديما البعد المغربي يكون اقرب لنا ان شاء الله. علاش لا
نعم. باهي قبل ما نختم معاك مازال عندنا دقيقتين ونختم معاك قبل ما نعرفوا اذان صلاه العشاء. ويبقى زعيم وزعيما وان طالت السنين. حبيتي تكون الافتتاحيه نتاعك خاصه بزعيم الحبيب بورقيبه؟ اكيد. العدد هذيا راهو عنده معزه خاصه كبيره عندي، خاطر الافتتاحيه نتاعي كانت على زعيمنا الحبيب بورقيبه الله يرحمه. بالنسبه لي انا الحبيب بورقيبه الزعيم اللي لن يتكرر. معناتها انا حبي ما يتوصفش لزعيمنا. مش انا راهو تو باش نحكي على الحبيب بورقيبه بالحق. معناتها الافتتاحيه ذيك التوا انا كل ما نحل المجال نعاود نقراها. نعم. انت كتبتها ولا معناها الافتتاحيات انا نكتبها؟ انت كتبتها خاطر تزامنا مع ذكرى وفاته ولا على خاطر كذلك عودة التمثيل لشارع الحبيب بورقيبة؟ أنا كتبتها تزامنا مع ذكرى وفاته. معناتها كانت الفرصة المناسبة لي أنا باش نكتب عليها على زعيمنا. معناتها بلا اكيد كيف يكتمل التمثيل باش يكون باش ترجع للحديث عنه، خاصه توا يحكيوا برشا على هلا التمثيل مع عودته. فما ناس ماهمش مع عودته معناتها. انا كي نرقى بصراحه الافتتاحيات الكل تكون عليه هو. اما لازمني ننوع معناتها. اما بالحق ما فماش خير من الافتتاحيات تكون على زعيمنا الحبيب بورقيبه. نعم. خاصه انه اليوم وقع تدشين هذا التمثال اللي يتصدر الان شارع الحبيب بورقيبه، وعندنا برشا ذكريات معها احنا قبل. معناها وقت اللي نوصلوا لتونس نعرفوا تونس ووسط تونس الا بالتمثال اللي موجود كان قبل معناها في مكان ساعه توا موجود قبيل ساعه. شكرا لك وفاء حمزه، تحياتي ليك وان شاء الله يا ربي بالتوفيق في مسيرتك الاعلاميه من خلال المجله ومن خلال كذلك الموقع، وننتظروا لك اشعاع اكبر ان شاء الله في تونس وخارج تونس. وانتي مثال الحقيقه للشباب التونسي اللي معناها ينجم يكون كما نقولوها بلغتنا يصدم، نجم يكون يصدم وما يخافش معناها هكا ولا لا، يكون عنده الجرأة هذه. شكرا لك عايشك. ونحب نقدم تحية كبيرة لزميلي الإعلامي سامي فرتون اللي باش تكونوا معاه إن شاء الله في برنامج تجليات في إذاعة الشباب. شكرا لك وفاء حمزة. عاشق ليالي الصبر مداح القمر، تاج القمر. القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحراء والسماء والبحر والليل والوجود، وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر. عاشق ليالي الصبر مداح القمر، تاج القمر. القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحراء والسماء والبحر والليل والوجود، وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.